السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حاجه من الحويجات اللي كيعجبوني خاصه بلا باتيسري. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بسكوي مازارا اللي كنحتاجوه في لي زونطخومي في اغلبيه ديال لي غاطو فرونسيز. كنحتاجو هاد البسكوي هذا. هنا عندي 200 غرام ديال البياض البيض، 200 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال اللوز اللي حمرته وغتحمروه حتى تهرسوا ديك اللوزه تلقاوها هكا حمراء من الداخل. بالنسبه للوز تقدروا تستبدلوه بالكركاع، بالبيستاش، بالنوازيت، باي حاجه بغيتو. هنا غادي بعد ما حمرتو غندوزو بحال هكا في الروبو حتى يولي مهرمش، ولكن مهرمش غليظ، هرمشوه غليظ. اولا تقدروا تضربوه بجوج وسط جوج ديال لي بابي كويسون، اولا ديروه في بلاستيكه وتضربوه هو يبقى لكم غليظ. الا كنتو غديروه في الروبو في حالي فالضربه جوج صافي على حساب الروبو ديالكم. هنا ابيض البيض ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ وما يكونش يعني فيه حتى شي حاجه ديال الصفار. يعني ديروا صفيوه مزيان، داك ابيض البيض يكون يعني خالي من الصفار تماما. اول حاجه انتو سمعوا لي ديتاي باش ان شاء الله ينجح لكم هذا البسكوي. اول حاجه تنضربوا ابيض البيض حتى كتشكل عندنا واحد الرغوه. عاد فاش نبداو نضيفوا تدريجيا السكر. علاش؟ لان الا ضفنا السكر راه غادي يطلع، ولكن راه ما غاديش يبقى محافظ على القوام ديالو. يعني غادي يطلع ولكن دغيا غادي ينزل. فتبعوا هاد المراحل راها مهمه بزاف. بعد ما تشكلت لنا ديك الرغوه غادي نبداو نضيفوا السكر تدريجيا. كاين بزاف ديال الوصفات اللي تقدروا ديروها ببسكوي مازارا من غير لي زونطخومي، من غير انكم تنوضوا تصوبوا حلوه على حقها وطريقه. فكاين بزاف ديال الوصفات. مثلا كاين غير البسكوي نديرو طبقه ديال الكريمه ديال اللوز، اولا لا كريم باتيسير ونعاودو نديرو طبقه ديال البسكوي. كاين بزاف ديال الوصفات اللي هما ساهلين، ولكن هذا البسكوي هذا راه لذيذ بزاف، لذيذ وضروري كنحتاجوه في لاباتيسري. يعني اللي كيتعلم لاباتيسري فضروري يكون كيصوب الجينواز يعني الاشكال والانواع ديالو كاملين، لي بسكوي لي كريم. فمني كتوليو تصوبوا لي كريم كاملين لي بسكوي كيولي عندكم لا باز، فانتوما توليو تقدروا تصوبوا اي حاجه. يعني كتولي اي حاجه كتجيكم سهله. غنبقاو نطلعوا في هذاك بياض البيض، ولكن بقاو في نفس الاتجاه باش ما تهرسوش داك الهواء اللي دخلنا في البيض ديال البيض حتى يتشكل عندنا لو بيك دوازو اولا منقار العصفور. ونقلبوا البول ديالنا ما يطيح منه حتى شي حاجه. صافي هنا كنكونوا يعني كنوليو كيولي عندنا مورانغ فرونسيز. صافي هنا كنبداو نزيدو في اللوز، ولكن اللوز ما تزيدوش كله على فوا، يعني زيدوه بالتدريج، 1 إلى 3 ديال الخطرات اولا 2 ديال الخطرات. هاد البسكوي هذا غنصوب به ان شاء الله واحد الحلوه. الى ان شاء الله بقى شي وقت غادي نصورها معكم، غادي نوريكم كيفاش انا غادي نخدم بهذا البسكوي هذا. غديروه تقدروا ديروه قاعده ديال اي اونطخومي، اي حلوه هو اللي غيكون لا باز. ومن بعد يعني نتوما اختاروا الحلوه اللي بغيتو. هنا بقاو طلعوا غير بشويه من التحت للفوق. الا كنتو غير يعني يلاه بادين في لاباتيسري غير بشويه كيف كتشوفوا انا راني كنخدم غير بشويه يعني كنطلع من التحت للفوق باش ما نهرش هذاك البيض البيض وما ينزلش ليا وما غينجحش البسكوي الا مشى نزل البيض البيض. من الاحسن خذوه بحال هكا فوي باش تبقى تدخل لكم كامله، ماشي لا ماريس حتى الاخر. خذوها باش تاكدوا ان كل شيء تخلط، ولكن ملي تكونوا كتخلطوا خذوا الفوي، خلطوا بالفوي. كيف شفتوا انا حتى الاخير عاد درت لا ماريس. هنا هاد الاطار خدمت به ديجا بسكوي جينواز عادي بالكاكاو ودابا قلبته غنخدم به باش ما نعاودش نغسلو 2 مرات. يعني نغسلو صافي غنخدم به هذيك خدمت به المره الاولى من هذيك الجهه، المره الثانيه من هذه الجهه، صافي نغسلو خطره واحده. وهذاك البابي كويسون نفسه خدمت به ودابا قلبته صافي. هنا علاش كندير هذاك المول عاد كندير الاطار؟ لان عندي اللاطات اللي كيدخلوا الفران فيهم هذوك بحال الاشكال كيجيوني في
في البسكوي. داكشي علاش درت المول باش يجيني داك البسكوي سامبل مي فيه بحال دوائر عندي في داك اللاطه اللي كتدخل الفران فيها بحال الدوائر كتجي مطراسيه في البسكوي. انا ما بغيتهاش فداكشي علاش درت هذا المول هذا. انا بغيت هذا البسكوي يجيني شويه غليظ، بغيتوه يجيكم رقيق نتوما اللي بغيتو ديروه بالبوش باش يجيكم مقار ديروه بالبوش. انا هاد البسكوي هذا ما غنديروش كقاعده، غادي نديرو الوسط ديال لونطخومي. صافي ملي تقادوا ليه السطح ديال تقادوا ليه السطح ديالو، ضربوه واحد 2 خطرات ولا 3 على سطح العمل، ومن بعد دخلوا الفران درجه حراره 180. كان عندكم فرن غازي فانتوما شعلوه غير من التحت، ما غياخذش لكم بزاف، تقريبا يعني ما غيوصلش لكم 20 دقيقه، يعني كل واحد على حساب الفران ديالو. مهم اقصى درجه اقصى وقت 20 دقيقه صافي كيكون واجد. وهذا هو الشكل النهائي، وهذا هو البسكوي بعد ما قلبته جاكم. ما بقاتش قادو هو مازال سخون. ونتلاقاو فيديو جديد. بسلامه.